السلام عليكم، انا يوسف محمد، والنهارده هنتكلم عن اخر ايفون ابل نزلته واللي هو ايفون 14. ومعانا النهارده ايفون 14 برو ماكس. الفيديو ده هيكون ريفيو كده سريع، اقول مواصفات التليفون، ايه الحاجات اللي اتغيرت، ايه الحاجات الجديده. بس ان شاء الله هيبقى فيه اكتر من فيديو لحاجات سبيسيفيك اكتر. والنسخه دي باللون الاسود المط، وبصراحه اللون ده جامد جدا، احلى من اللون الجديد اللي هو اللون البيربل، وبمساحه 128 جيجا. واكيد باخر نسخه من الاي او اس واللي هي اي او اس 16. وعامه الديزاين كله حلو، من الظهر الازاز الاسود المط للحواف المعدن الشارب جدا. وساعات لو انت ماسك الموبايل لفترات طويله ممكن يوجع ايدك، بس احلى حاجه في الحواف دي انها بتخلي الموبايل يقف سواء على جنبه بقى او وهو واقف عادي. وفي الظهر برضو اكيد هتلاقي الثلاث كاميرات الكبار جدا واللي بيكبروا مع كل نسخه عشان السنسور بيكبر وفي حاجات بتتحسن. بس الكاميرا هتروح فين اكتر من كده؟ الكاميرا واخده نص الظهر اصلا. ونروح للديزاين من قدام من الشاشه، واول حاجه هتلاحظها اكيد هي الكاميرا الجديده اللي هي بقى اسمها الدايناميك ايلاند. بس دي هنعمل لها فيديو تاني كامل لوحدها ونتكلم عن الفيتشرز الجديده وازاي بتشتغل. والشاشه برضو حوافه صغيره مش هتضايقك لو انت بتتفرج على الفيديو او اي حاجه. وده يودينا للشاشه. الشاشة هنا فيها مميزات كتيرة جدا، وأولها سطوع الشاشة اللي وصل ل2000 نيتس، اللي هو حرفيا ضوء كبير جدا. يعني انت بتستعمل موبايل في إضاءة الشمس المباشرة وقوية جدا مش هتحس بأي حاجة. وطبعا بقى فيه 120 هرتز، بجد يا جماعة سلس جدا، الموبايل بيطير كده. واللي ممكن يوصل لواحد هرتز عشان الفيتشر الجديدة واللي هي ال Always On Display. وطبعا ده بمساعدة الشيب الجديدة ال A16 Bionic، بس ده هنتكلم عليه كمان شوية. واكيد الالوان هنا والتفاصيل كتير جدا في الشاشة، سواء انت بقى بتتفرج على فيديو او بتلعب جيمز هتلاقي الوان وتفاصيل ممكن ما تكونش موجودة في اي موبايل. واكيد موجود طاقة الحماية السيراميك شيلد اللي بتخلي الايفون يبقى مضاد للخبطات والوقعات. والشاشة هنا سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد 6.7 انش. دلوقتي نتكلم عن البروسيسور الجديد ال A16 Bionic اللي فيه 6 كور سي بي يو و5 كور جي بي يو و16 كور نيورال انجن، اللي بيخلي الموبايل يبقى سريع جدا في اي حاجه انت بتعملها بقى، من لعب بالتصوير بالكاميرا الخلفيه والاماميه اللي اتطوروا جدا بسبب الفوتونيك انجن اللي بقى في البروسيسور. برضه الكراش ديتكشن للشاشه اللي بقت فيها تفاصيل كتير جدا والوان دقيقه جدا اكتر من اي موبايل. بجد البروسيسور الجديد ال A16 Bionic مظبط كل حاجه في الموبايل. ونروح للكاميرا. في الايفون 14 برو ماكس في 3 كاميرات، كاميرا الترا وايد وكاميرا تليفوتو وكاميرا الاساسيه. والكاميرا الاساسيه اتطورت، وبدل من 12 ميجا بكسل قبل كده بقت 48 ميجا بكسل. وعلى فكره انت تقدر تستعمل 12 ميجا بكسل على الكاميرا وده الديفولت اصلا، بس 48 ميجا بكسل فيها تفاصيل اكتر وشاربنس اكتر، واللي بيخلي الصوره الواحده تبقى مساحتها اكبر بكتير من ال 12 ميجا بكسل. عشان السنسور برضو كبر ده خلى الكاميرات تكبر وخدت نص الظهر. بس الكاميرا سواء 12 او 48 هما الاتنين كويسين جدا وبيقدموا نفس الحاجه وفيها تفاصيل والوان كويسه. بس اكيد ال 48 ميجا بكسل مش هتكون زي ال 12. اكيد ال 48 ميجا بكسل هيكون فيها تفاصيل اكتر والوان ادق، بس هما الاتنين كويسين سواء في الصور او في الفيديوهات. ويبقى فيها عزل كده خفيف حتى لو انت مش بتستعمل البورتريه، يعني في الصور وفي الفيديوهات بيبقى فيه عزل وراك كده خفيف جدا بيخلي الصورة تبقى شكلها جامد. هو الكاميرا مش بتبكسل لما تعمل زوم. وعلى سيرة الزوم كان فيه 0.5x واللي هو الالترا وايد اللي بيطلع صور حلوة جدا برضو. وكان فيه ال1x وال3x. الجديد بقى فيه 2x، وهما التلاتة اصلا بيطلعوا صور حلوة جدا فيها تفاصيل كتير والوان دقيقة سواء الصبح او بالليل. وعلى سيرة بالليل النايت مود هنا اتطور قوي وبقت فيها تفاصيل اكتر، وبقى فيه نايت مود بالبورتريه. وفي الفيديو بقى يصور لحد 4K و60 فريم في الثانية، غير التو مودز الجديدة اللي هي الاكشن مود والسينماتيك مود. الاكشن مود بيصور لحد 2.8K و60 فريم في الثانية،
الريموت دوت بيخلي لو انت بتصور وانت بتجري هيخليه ستيبل جدا، مهما كان بيتهز ازاي هيطلع ثابت. والسينماتيك مود بيوصل لحد 4K بس 30 فريم في الثانية بس، وده بيخليه لو انت بتصور بالمود ده هيخلي الفيديو يطلع زي الافلام بالظبط، بتفاصيل اكتر وشاربنس اكتر والوان ادق. على فكره انا بصور دلوقتي الفيديو دوت بالكاميرا الاساسيه بتاعه الايفون 13 برو ماكس، بصوره على 4K 60 فريم في الثانيه. اما الكاميرا فهي 12 ميجا بكسل، وفي الفيديوهات بتصور لحد 4K 60 فريم في الثانيه، وكمان السينماتيك مود بيشتغل عليها. فالكاميرا الأمامية بتطلع صور وفيديوهات بتفاصيل كتيرة وبيبقى فيها عدل كده خفيف، ده غير البورتريه. فكل الصور والفيديوهات من الكاميرا الأمامية برضو بتطلع تحفة. والمايك هنا كويس قوي في المكالمات والفيديوهات وبيطلع صوت حلو، والسماعة برضو هنا بتطلع صوت عالي جدا وبيكون واضح، مش صوت عالي كده مش واضح، لا صوت عالي وواضح ونقي وبتسمعه كده. وبعد كل الفيتشرز اللي انا قلتها دي محتاجة بطارية قوية عشان تشغلها مظبوط، والبطارية هنا بتقعد حوالي يوم كامل وبعد كده تشحنها. وفي العلبة موجود الشاحن بس اللي هو الكابل، الادابتر مش موجود للأسف، وبقى يبيعوا الادابتر لوحده. على موقع ابل الادابتر ب$19، والدولار النهاردة عشان كل يوم بيغلى 29 جنيه بوينت 78، يعني راس الشاحن ب565.82 جنيه، وياريته سريع، ده 20 واط بس. انا عامه الموبايل عاجبني. وبس كده، استنوا فيديو جديد عشان الدايناميك ايلاند. هتكلم فيديو كامل عن الدايناميك ايلاند واقول ايه الفيتشرز اللي فيها وبتشتغل ازاي وكل الحاجات دي. فمتنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.